تكون صحيحه في سبيل انه تبدي في الطريقه الصحيحه. قدرت قدر المستطاع انه اشيل الرهبه والخوف. قلت لك لدي تجارب في المنتخب الوطني ولدي تجارب في الدوري التركي. الحمد لله والشكر رب العالمين قدرت انه اظهر بصوره طيبه تليق باسم بلادي العراق وباسم بلادي العزيزه جميع البلدان العربيه. مهند، إن كانت هناك أسئلة من الاستوديو علي يستمع إليكم. مستر أليساندرو، أنا أهنئك على هذه المباراة لأنك رأيت تلعب مع فريق تحت 21 عاما وكنت تعجبني كثيرا. ما هو الفارق بين كرة القدم الإيطالية وكرة القدم التركية؟ بصراحة أشكر على الكلام الرائع. بصراحة هناك فرق كبير جدا، لأنه تعرف الدوري التركي ليس ما يتقارن بالدوري الإيطالي. الدوري التركي صح كبير ويملك لاعبين كبار، لكن ما يتقارن بالكالتشو الإيطالي. بصراحة لما تيجي تدخل هكذا مباريات عليك انه تفكر كثير في سبيل انه تدخل بهكذا مباريات كبيره. اعتقد انه هناك اختلاف كبير جدا، هناك اختلاف في كل شيء بصراحه. الحمد لله والشكر قدرت انه ادخل في المجموعه بصراحه بسرعه، وقدرت انه اقدم مستويات كبيره في المباريات الماضيه في سبيل انه اكون جاهز للمباريات الرسميه. سؤال من حازم. مساء الخير علي، والف مبروك على النتيجه والاداء النهارده رائع، اكثر من رائع. يعني كنا مشفوقين قبل المباراه على انك تلعب مع اليوفي في ملعب تورينو، عليك ليكستاينر وبيريرا، لكن كنت عملت ماتش قوي جدا. كنت قابلت ازاي ليكستاينر؟ قللت من قدراته ازاي؟ كانت المواجهات بتاعتك على بيريرا ولا على ليكستاينر اكتر؟ بتاع المدرب النهارده معاك كانت عامله ازاي؟ أول شيء أشكرك أستاذ حازم كابتننا العزيز. بصراحة كانت هناك صعوبة جدا، لأن مثل ما تعرف الفريق الخصم فريق كبير جدا يمتلك لاعبين كبار مثل ما قلت حضرتك. بصراحة كانت هناك جهة اليمين المعروفة على فريق يوفنتوس أنه الجهة الأقوى بالفريق، لذلك المدرب قرر أنه تكون واجبات الدفاعية أكثر من واجبات الهجومية. مثل ما تعرف هناك لاعبين في جهة اليمين يمتلكون قدرات عالية جدا على مستوى العالم. الحمد لله والشكر أنه مثل ما قلت حضرتك طلعت بحصيلة أنه تشرفني في هذه المباراة، تشرف بلادي العربية بصراحة. القادم أصعب لكن ليست مستحيل علي أنه أجتهد كثير الحد الآن أنا في بداية المشوار، واعتقد انه راح اقابل لاعبين اكبر من هؤلاء اللاعبين. عليه انه اعد العده جيدا وما اتراخى في هكذا مباريات كبيره، لان تعطي القيمه للاعب العراقي واللاعب العربي. علي عدنان كاظم، اول لاعب عراقي يلعب في سيريا A، يداعب الساحره الاستوديره هناك في ايطاليا. نتمنى لك التوفيق نجمنا العربي الكبير، نتمنى لك مستقبل مشرق في الكره الايطاليه، ولما لا ان ترتدي احد غلالات الفرق هناك كبريات القوم. لما لا علي، تملك الامكانيات، تملك كل ما يؤهلك للعب في اكبر الانديه الايطاليه. شكرا على هذا الاداء، وما زلنا نتوقع منك اكثر من ذلك علي. شكرا لك. تسلم، شكرا جزيلا، تحياتي لكم واتمنى لكم التوفيق. شكرا. طبعا شكرا لعلي. مهند، يجب ان نترك علي لكي يذهب ويحتفل مع اللاعبين في غرفه الملابس. هو من الملعب جاء الينا مشكورا من اجل هذه المقابله. شكرا كذلك لك حسين ياسين. سنعود اليك في حال وجود اي لقاءات اخرى سواء من لاعبي اودونيزي او اليوفي، لكن دعونا الان مشاهدينا الكرام نخرج الى فاصل قصير. بعد الفاصل سيكون معنا حسين ياسين فيما يخص مباراه اليوفي واودونيزي، ومن بعدها ايضا سنفتح ملف المباراه القمه لهذه الجوله الاولى للكالتشيو بين فيورنتينا ميلان هناك في فيرنسي.